السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بعد ما عملنا مع بعض الفيديو اللي فات سبونش من غير دقيق، وساعتها وعدتكم ان احنا كمان هنزينها ونعملها تورتايه ب50 جنيه، مش هتتعدى معانا ال50 جنيه باذن الله. السبونش بالتزيين ب50 جنيه. تعالوا نسمي الله كده ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه هبتدي بالكراميل، عشان عايزه الكراميل يلحق يبرد. هجيب طاسه، طبعا طاسه ناشفه، وهجيب نص كوبايه من السكر وهفردها في الطاسه زي ما انتوا شايفين كده، واحطها على نار هاديه، ومش هحط فيها اي معلقه خالص الا لما احس ان السكر بدا يسيح. في الحاله دي بس هحاول اساعد السكر بالتقليب عشان كله يسيح في وقت واحد. وطبعا لو السكر لسه ما ساحش ممنوع تحطي فيه اي معلقه، لانك لو حطيتي فيه اي معلقه وحبيتي تقلبيه هيخرز منك ومش هيديك الكراميل اللي انت عايزاه. استني لحد السكر ما يبدا يسيح من الجناب او من النص، بعد كده قلبيه بمعلقه. بعد ما السكر بتاعنا داب خالص هنزل عليه بنص كوبايه ميه مغليه، ولازم الميه تكون مغليه عشان تدوب معاكي السكر. بعد ما تحطي عليها الميه المغليه هتحسي ان السكر كله بقى قطعه واحده، قلبي فيه وهيدوب معاكي تاني. بعد كده هجيب مكعب صغير من الزبده او نص معلقه صغيره من الزبده، واروح مقلباها مع السكر. وبعد ما تدوب معانا هنجيب نص كوبايه من اللبن وادوب فيها نص معلقه كبيره من النشا، واروح نازله بيها على الخليط بتاعي. وطبعا الخطوه دي بديل لكريمه الخفق، يعني انت لو عندك كريمه خفق ممكن تحطيها، لكن احنا طبعا عايزينه كراميل اقتصادي، لان مش عايزين التورتيه بتاعتنا تتكلف كتير، او زي ما قلت لكم في الاول ان احنا مش عايزين نعدي ال50 جنيه ان شاء الله في تكلفة التورته بالكيك بالتزيين بتاعه. وطبعا كل ده على نار هاديه جدا. وخدي بالك لو السكر يغمق معاكي ارميه على طول، ما تشتغليش فيه لانه هيمرر وملهوش حل في الحاله دي. وطبعا ده الكيك بتاعنا للناس اللي ما شافتش معانا الفيديو اللي فات، كيك من غير دقيق، من غير محسن جل، من غير سبونش جاهز، من غير بيكنج باودر. واللي ما شافش معانا الفيديو بتاع السبونش ممكن ترجعوا لصندوق الوصف، هسيب لكم اللينك بتاع الكيكه فيه او بتاع السبونش في صندوق الوصف، تدخلوا وتشوفوا الطريقه بالتفصيل. طريقته سهله جدا وبسيطه جدا واقتصاديه جدا، وكمان بيديكي نتيجه هايله ونتيجه مضمونه جدا ان شاء الله. لو شفتيه وجربتيه باذن الله مش هتستعملي غير الوصفه دي بعد كده على طول، او في اي سبونش بتعمليه هتمشي على نفس المقادير ونفس الخطوات، وهتعملي بيه احلى كيكات واحلى تورت باذن الله. وطريقه التقطيع دي لو ما عندكيش منشار هتقطعي بنفس الطريقه اللي انا بقطع بيها كده السبونش بتاعنا، هديك ان شاء الله ديسكات متساويه ومظبوطه جدا. انك تمسكي السبونش بتاعك وتدخلي من كل اتجاه 3 سم او 5 سم على قد ما تقدري. المهم تلفي حوالين السبونش كله بنفس السنتي اللي انت مشيتي بيه في الاول، هتلاقي نفسك وصلتي لنص السبونش وتلاقي الديسك كله متساوي معاك. او تلفي حوالين السبونش 3 سم او برضو 5 سم حوالين السبونش كله، وتروحي جايبه فتله خيط عاديه من اللي بتخيطي بيها، وتروحي لفاها حوالين السبونش، وتروحي كانك بتربطيها. لما هتربطيها ببعضيها هتلاقيها قطعت معاكي السبونش وطلع السبونش متساوي جدا. والطريقتين دول احسن طريقتين تقطعي بيهم السبونش ده لو ما عندكيش منشور. دلوقتي بقى ندخل نزين التورتيه بتاعتنا، والتورتيه بتاعتنا طبعا مقاس 20، ونحسب بقى تكاليفها ايه ونقول احنا جبنا ايه وصرفنا ايه بالظبط. وطبعا لو حسبنا 2 جنيه زايد او 2 جنيه ناقصين طبعا مش هتفرق معانا كتير، احنا هنقول المقادير بالتقريب. اول حاجه جبت نص كوبايه وزياده شويه من الكريم شانتيه، والكريم اللي انا بستعمله ده انا كنت الاول بصراحه بستعمل ريتش المتحده، بس جربت الكريم ده بصراحه نتيجته جميله جدا وبيعلى معاكي كده وبيبقى كويس. ده بالنسبه لنا احنا ستات البيوت، لكن بالنسبه للناس اللي هي بتعمل مشاريع وبتشتغل طبعا بيبقى ليهم براندات معينه بيشتغلوا بيها، لكن ده بالنسبه لنا احنا ولبيتنا جميل جدا باذن الله باذن الله. المهم حطيت دلوقتي في العجان معايا زي ما انت شايفه ميه متلجه. انا معايا نص كوبايه من الكريم شانتيه وزياده شويه، حطيت لهم كوبايه وربع من الميه المتلجه، ولازم الميه يكون فيها تلج. وحطيت 3 معالق سكر لان انا بستعمل الكريم خام. وطبعا لو ما عندكيش عجان اشتغلي بالمضرب عادي جدا. اول حاجه باخد السكر مع الميه واقلبه لحد السكر ما يدوب معايا في الميه، بعد كده بنزل عليه بالكريم. والكريم هنا انا حطيت له نص معلقه من الكريم الباستري. كريم الباستري بيخلي الكريم معاكي طعمه جميل، وكمان بيدي تماسك للكريم الشانتيه بتاعك. ولو ما عندكيش باستري كريم حطي لبن بودره. المهم دلوقتي ضربنا الكريم بتاعنا، ونسيت اقول لكم الكريم بكام. الكريم ده ب170 جنيه الكيلو. انا جبت 8 كيلو وشويه، يعني 8 كيلو وزود لي الميزان خلاهم ب20 جنيه، يعني هو 8 كيلو اقل من 20 جنيه، لان زي ما قلت لكم الكريم ده ب170 جنيه.
بعد كده جبت بقى الديسك بتاعي من الكيك ورحت مسحاب معلقه فيها ميه عشان لو في فتافيت في الكيك ولا حاجه اشيلها بعيد عن الكيك، وعشان كمان الفتافيت ما تخرصش معايا في الكريمه. بعد كده جبت الكيس من اكياس التلاجة وحطيت فيه الكريمه، وزي ما شفتوا كده وزعته على الكيك اللي معايا. قبل ما احط ده كله بقى جبت شويه ميه بسكر ورحت ساقيه بيهم الكيك. لازم تسقي الكيك، اي كيك لازم هتعمليه تورته او جاتوه لازم تسقيه. احنا في العادي بنسقيه شربات من بتاع البسبوسه او بتاع الجلاش، بنسقيه كده شويه شربات عشان الكيك معانا يبقى طري وجميل، او اي بقى عصير عندك، او اي شويه لبن بسكر، او اي ميه كومبوت، يعني اي حاجه عندك ممكن تسقي الكيك بيها. المهم بعد كده اديته طبقه من الكريمه واديته طبقه من الكراميل، وشفتوا الكراميل بتاعنا بعد ما برد بقى شكله جميل قد ايه. حطيت فوق الكراميل شويه مكسرات، شويه فول سوداني حتى مطحونين، ولو مفيش طبعا مكسرات مفيش اي مشكله، بس عايزه اقولك المكسرات مع الكراميل بيدوا طعم يجنن بجد، بيبقى طعمهم جميل جدا. وبالفرشه بقى المبلوله ميه بمسح برده حوالين الكيك كده عشان زي ما قلتلك لو في فتافيت ولا اي حاجه. بعد كده بقى بروح نازله على الكيكه بالكريم بتاعي، واي حاجه عندك بقى، اي معلقه، اي سكينه، اي جلدة كراسة من اللي هي الجلد دون بتاع الكشاكيل بتاعت ولادنا، كارني قديم عندك، اي حاجة جلسي بيها التورتايه وظبطيها كده. بعد كده جبت ده غطا علبة سمنة، رحت جايباه ومشرشراه كده، ورحت مشرشرة بيه الكيكاية او التورتايه بتاعتي. وممكن لو ما عندكيش غطا علبة سمنة بشوكة كده ولفي عليها او بسكينة، او ممكن كمان بظهر معلقة صغيرة وروحي مديها زي نغزات كده في الكريمة، هتديكي زي قشرة السمكة كده، زي شكل قشرة السمك. يعني مش هتحتاجي اي ادوات مخصوص تزيني بيها التورتايه، لان انت مش هتبيعيها، انت هتاكليها ببيتك انت وولادك، فمش محتاجه ادوات خالص. بعد كده جبت كيس حلواني حطيت فيه الكريمه اللي متبقيه معايا. وعايزه اقولك لو ما عندكيش كيس حلواني ممكن بقمع بيتي فور او بقمع بلح الشام، ومش مشكله خالص، مش ضروري كيس حلواني اصلا. تعملي الدريبات الاول وبعدين تحطي الروزيتات من على الوش، لانك لو حطيتي الكراميل وبعدين حطيتي الروزيتات هتتزحلق معاكي. دلوقتي بقى عايزه احسب لكم المصاريف قبل الفيديو ما يخلص. انا جبت تمن من الكريمه تقريبا والزياده شويه، لانه عامل 75 جرام تقريبا من الكريمه، دول كنت جايباهم بال20 جنيه، وجبت ب15 جنيه بيض للكيك يبقى 35 جنيه، ومعايا بقى 15 جنيه بين سكر وبين نشا وبين نص كوبايه من اللبن. واحسبيها انت بقى زي ما تيجي معاكي، وشوفي بقى كده صرفنا اكتر ولا صرفنا اقل. المهم ان التورتايه دي بامانه ربنا مش هتعدي معاكي ال50 جنيه. وانا لفيت حواليها بالمكسرات لان الكريمه ما كفتش معايا، لو الكريمه كفت كنت عملت لها روزيتات حواليها، كانت هتديها منظر جميل جدا. وطبعا التزيين دون حاجه ترجع ليكي. وانا عايزه اقول لكم من الحر اتزحلقت مني، عشان كده النص اللي تحت مطبق شويه عن النص اللي فوق. عايزاكي تحسبيها وتجربيها ومستنيه رايك فيها. ولو عجبتك وعجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك، وبالهنا والشفا، صحتين وعافيه.